ارتباط في المحافظات والمديريات لا يقدم الاستعمار شيئا يذكر لهذه المحافظات، فجاءت الثورة المباركة ثورة 14 من أكتوبر لتزيل آثار الاستعمار، تزيل الاستعمار وآثاره. ولكن للأسف الشديد جاء نظام قبلي متمركز، مش قبلي متحضر متعلم، قبلي متمركز، أنهى الاسم الرباعي وجاب اسم ثلاثي، جزء من التقدمية العلمية. نعم، من ضمن هذا المشروع لثورة الشباب والشابات في ساحة الجامعة هو منع الغاز عن المواطنين. 2، منع البترول عن المواطنين الذي يأتي من مارب. منع الديزل. تفجير أبراج الكهرباء. هذا هو مشروع ما يسمى بثورة الشباب والشابات. سرقوا ثورتكم أيها الشباب أيتها الشابات. أولئك الانتهازيين تجار الحروب وقطاعين الطرق والمتاجرين بالأراضي والمغفرين للنفط إلى خارج الوطن. هؤلاء الذين ينشدون التغيير. هذه هي ثورة الشباب. الإخوة المؤتمرون، اسمحوا لي أن أحيي شعبنا اليمني العظيم في هذا الشهر المبارك الذي نقول عليه خواتم مباركة، أن أحيي من خلال هذا المؤتمر ومن خلال هذه القاعة أبناء شعبنا اليمني العظيم رجالا ونساء على ما عبروا عنه أثناء الحادث الإجرامي الذي حدث في جامع دار الرئاسة، وصلوا وهللوا وكبروا وصاموا نذر لسلامة هذا الوطن، لسلامة هذا الوطن من المتآمرين والحاقدين والأمراض، أصحاب الأمراض المزمنة الذي ورثوها من أنفسهم حقدا ومن بعض إثرهم إذا كان ذلك جائز. فاسمحوا لي أكرر التهنئة للشعب رجالا ونساء. نعم، وتعرضت القيادة بكاملها، لن يبقى إلا الشيء اليسير إلى هذاك الحادث الإجرامي الذي حدث في دار الرئاسة، يتنافى مع كل القيم ومع كل الأخلاق، ولتكون هناك خصومة سياسية وبرامج نختلف عليها ونتفق. لماذا ما يسود هذا هو الحوار وليس السيارات المفخخة أو الاعتداء على المعسكرات أو تفجير المساجد أو قتل النفس المحرمة في الشارع. هذا يتنافى مع ديننا الإسلامي الحنيف، وخاصة وهناك حزبا سياسيا فيما يسمى باللقاء المشترك يرفع شعار أنه حزب إسلامي. أين الإسلام منكم؟ وأين الإسلام منكم؟ ماذا عملتوا للإسلام؟ شوهتوا بالإسلام، أضريتم بالإسلام، ضايقتم المواطنين بأفعالكم، لأنكم عدة فئات أو عدة فرق في هذا التنظيم: السلفي، المجاهد، الجهاديين، القاعدة، طالبان. هذا هو تنظيم ما يسمى بحركة الإخوان المسلمين. ولذلك أنا أشفق على الشباب المغرر بهم والذين يدهفونهم لمهاجمة المعسكرات ويكونوا ضحايا لتلك العناصر الانتهازية، سواء في تنظيم الإصلاح أو خارج تنظيم الإصلاح. عناصر انتهازية زندانية يدهفوهم إلى المعسكرات. لماذا؟ المعسكرات موجودة منذ الستينات. ماذا؟ لا تأذيكم ولا تتدخل في شؤونكم. لماذا تهاجموها؟ هي تأمن العاصمة والمعسكرات الموجودة في لحماية الطرق
من قطاعي الطرق للحفاظ على الممتلكات العامة والسكينة العامة ومحافظة على المسافرين ومن مارب وإلى الجوف إلى العاصمة صنعاء. هذه هي ثورة الشباب والشابات الذين يتحدثون عنها. نحن لسنا متمسكين بالسلطة ورافعين شعار السلطة أو الموت، هذا غير وارد. نحن ارغمنا بالمجيء إلى السلطة في عام 2006 من قبل جماهيرنا ومن قبل شعبنا، ونحن تحدثنا على كل القوى السياسية أن تختار مرشحيها لهذه الانتخابات. وفعلا استأجر المشترك مرشح للرئاسة، لأن الذي استأجرهم لن يجرؤون أن ينافسون ويقدمون برنامج، لأنهم عارفين من هم ومكانتهم في الشارع